بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الرسول الكريم. رسالة إلى متبرعين جنيف اليوم، دعوة أنكم تساهموا في المشروع حق الشهر ده، وهو مشروع متميز، وهو موضوع إدخال المياه في قرية من قرى الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهارده جايين نشوف أول مرحلة اتنفذت من مشروع من الماء حياة. جينا نشوف فيه كام بيت اتعمل والناس بذلت مجهود قد ايه عشان توصل المية لبيوت ناس فعلا محتاجة أقل حاجة من احتياجات الإنسان عشان يعرف يعيش، وهي المية يعني. بس وإن شاء الله بتبرعاتكم مجهودكم معانا هنقدر نكمل المرحلة الثانية والثالثة والرابعة إن شاء الله. النهارده جينا بنشوف أول مرحلة في المشروع، وإن شاء الله بتبرعاتكم هنكمل بقية المشروع. دلوقتي احنا في مشروع من الماء حياة. المشروع دوت هدفه ان احنا كنا نوصل المية لقرية ما فيهاش اصلا مية خالص. كانت القرية هي عزبة خلاف، المفروض ان احنا كنا البداية هنوصل المية ل 50 بيت على قد الفلوس اللي نقدر نجمعها، وعلى قد الموارد البشرية، الطاقات اللي معانا، الاشخاص المتطوعين اللي هيجوا يقدروا يساعدونا يعني. بس ربنا الحمد لله بارك، والفلوس زادت والمتطوعين زادوا. النهارده جينا الفيوم عشان نشوف اول مرحلة وهي بتتنفذ، ومش هينفع نكمل المرحلة الثانية والثالثة غير بتبرعاتكم ان شاء الله. كنا موجودين النهارده في عزبة خلف بالفيوم عشان نشوف اول مرحلة من مشروع من الماء حياة. كل اللي احنا طالبينه منكم ان انتوا تساعدونا ان احنا نكمل المشروع ان شاء الله لاخر الشهر، بحيث ان احنا نقدر نساعد اكبر عدد ممكن من الاسر الموجوده ومن البيوت الموجوده اللي احنا ندخل لهم ميه، لان ده ابسط حاجه نقدر نقدمها لانسان عايش في مصر في 2012. انا من فريق برنامج خواطر، وكنت مع الشباب من اول ما ابتدوا يجوا المنطقه ويدرسوا حالات الناس اللي محتاجه يخش لهم ميه. هم عملوا الموضوع في زمن قياسي جامد جدا، وده كويس، وان شاء الله ربنا يكرمهم ويكملوا ويعملوا اكتر من قريه هنا في الفيوم، ويخشوا على محافظات تانية هي محتاجه برضه نفس الموضوع. طيب انتوا شفتوا الوضع دلوقتي، احنا وصلنا لحوالي 30 بيت، واحنا عملناه 20 بيت جمعيه رساله عاملينه، لسه فاضل 70 بيت كمان محتاجين يتعملوا. الحاجات مش هتتعمل غير بمساعدتكم، فيا ريت كلكم تساعدونا ونوصل الحق الاساسي ده للناس كلها. ما ينفعش حد دلوقتي ما يبقاش عنده ميه، دي ابسط حقوق الناس. هي صدقه جاريه لاي حد فينا بيعملها. التعب اللي احنا بنوفره على الناس دي فعلا محتاجه ميه. لازم الناس كلها تعيش اللي احنا عايشينه دلوقتي، تعيش الفرحه والزغاريت اللي بنسمعها، وتعيش كل الجو ده. نعمة غزيرة، والحمد لله يا رب. نحمد ربنا بالشباب اللي هم ساعدونا وجابوا لنا المياه لغاية البيت. ألف شكر. شكرا. ألف شكر للشباب. ربنا يبارك في الشباب كما بارك في بحر النيل. جنيف اليوم لو مش هيفرق معاك هيفرق معاك. جنيف اليوم لو ما هيفرق معاك هيفرق مع غيرك. خير والله، أحسن خير عملتك والله، وأكبر مصلحة الله يخليك ويبارك فيك. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. مين كان بيجيب لك المية؟ كنا بنشيل على راسنا ونملي من بعيد. انت بتشيلي ولا اولادك؟ الأولاد يشيلوا والله، وأنا. كم ساعة في اليوم ولا كم وقت بالضبط؟ يجي مرتين في اليوم؟ أيوة. الناس هنا بتقضي تقريبا ساعة بس علشان تحصل على ماء، فإيصال المياه للبيوت هو عمل من أعظم الأعمال خيرا، توفر عليهم الوقت وتدخل عليهم الحياة. فدعوة للتبرع والمشاركة. تحياتي، أهلا وسهلا، السلام عليكم.